بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير أو مساء الخير فين ما كنتم في الكون. نفسي يرجع إن شاء الله ساعة علشان أحضنه وأقول له قد إيه أنا بحبه. طبعا الكلمة دي إحنا طول الوقت بنقولها لنفسنا وبنسمعها من أحبابنا ومن أصحابنا، طول الوقت بنقولها. طيب إحنا بنعمل إيه علشان نبطل نقول الكلمة دي؟ طب وهي الكلمة دي يعني ايه المشكلة ان احنا نبطل نقولها؟ لا، يعني حلو ان احنا نبطل نقولها، لان ده هيدينا احساس انه احنا ما قصرناش، احنا وصلنا للطرف الاخر ان احنا بنحبه. وانا طبعا لما بقول فراق، بقول فراق اما بالفراق العادي والناس احياء، او بالوفاة، اي نوع من انواع الفراق. في فعلا يعني احيانا كتير بنحس بندم ان احنا كان نفسنا نعمل معاهم كذا، كان نفسنا نحضنهم، كان نفسنا نقول لهم قد ايه بنحبهم، كان نفسنا نهتم بيهم اكتر من كده، كان نفسنا نوري مشاعرنا اكتر من كده. طيب بدم كان طب ما نتعلم بقى ازاي فعلا نوري مشاعرنا. للأسف احنا في أسرنا أغلبها، يعني طبعا مش الكل، مفتقدين فكرة الحضن، مفتقدين انه يعني نوصل مشاعرنا بالاحضان، نوصل مشاعرنا بالكلام الحلو. يعني كنت شفت برنامج كده في التلفزيون بيقول ايه، طب كلم ولا كلمي مامتك وقولي لها انا بحبك. فشفت ردود افعال الامهات، ها عملتي ايه علشان تقولي لي كده؟ لا هاتي بالاخر انت عايزه ايه. يعني دايما ورا التعبير عن الحب في طلبات او في مصيبه حد عاملها فبيلغوش عليها، مع انه ده الطبيعي، مع انه ده الاحساس الحقيقي اللي موجود يعني بينهم، بس ما بيعبروش عنه الا اذا كان في حاجه، يعني في زي ما بيقولوا. فاحنا لازم نتعود انه نعبر لبعض عن مشاعرنا قبل فوات الأوان، نعبر لبعض عن اهتمامنا، عن حبنا، نحضن بعض. والله العظيم الحضن ده على فكرة حتى علميا مفيد صحيا جدا، بيقلل نسبة الأمراض، بيظبط ضخ الدم في القلب، بيظبط الضغط، له فوائد صحية كتير، وطبعا له فوائد نفسية كتير جدا. فيعني لو قدرنا فعلا ندخل في حياتنا الأسرية مفهوم الحضن. حتى في أولاد كتير جدا لما بيكبروا شوية كده يقول لك إيه، لا بيتكسف إنه مامته تحضنه، أو الأب والأم يتكسفوا إنهم يحضنوا بعض قدام ولادهم. أنتوا بتتكسفوا ليه؟ طب ما هو بالعكس، أنتوا المفروض توروهم إن الحضن ده مهم، المفروض تعلموهم إن الاهتمام والتعبير عن المشاعر دي مسألة مهمة جدا، لكي ينضجوا شعوريا، يعني يبقى عندهم نضج كده في مشاعرهم، يبقى عندهم يعني اهتمام انهم يعرفوا ازاي يعبروا عن مشاعرهم. فدي مسائل كلها مهمة جدا. صدقوني لما انا مش هقول المفروض نبذل مجهود ان احنا نعبر عن مشاعرنا، لا، ده هو الطبيعي ان احنا بنعرف نعبر عن مشاعرنا، احنا بنبذل مجهود فظيع علشان ما نعبرش ونخبي مشاعرنا. فبالعكس، سيبوا نفسكم تعرفوا ازاي تعبروا عن مشاعركم، ازاي تهتموا بالاخر، ازاي تحضنوا بعض. صدقوني لما تحضنوا بعض حياتكم وحياة اللي حواليكم هتبقى سكر. ما تنسوش سبسكرايب ولايك ويا ريت شير. كنت معاكم سكرت التنمية البشرية، بس هالة سكر معلش نسيت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.